السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم رجعنا لكم بجديد ملعب طنجة اللي كيوصل يوم بعد يوم المراحل المتقدمة وكيقرب يلبس الحلة النهائية ديالو. أبرز مستجدات اليوم، أول حاجة بارزة هي أن الأشغال في السقف غادية بسرعة. دابا كيتخدم على تركيب الهيكل رقم 24، يعني بقاو غير 6 هياكل باش تكتمل المرحلة ديال رفع جميع الهياكل الفولاذية اللي غادي يشدوا السقف. وكما عارفين العملية ديال رفع الهياكل ماشي سهلة، كتطلب تنسيق كبير ودقة عالية، وهاد السرعة اللي كيخدموا بها اليوم كتأكد لنا أن الهدف هو يساليو في أقرب وقت ممكن. أما الواجهة الخارجية فاليوم كيبان فيها تقدم كبير في التغليف، بحيث بدات تظهر الملامح النهائية في عدد من الجهات، وكيتخدموا على تثبيت القطعة الخارجية اللي غادي تعطي للملعب واحد الشكل العصري والراقي. وبالنسبة لباقي التفاصيل داخل الملعب فالعشب الطبيعي واجد وتم تثبيته من قبل، واليوم باين عليه بشكل جميل ومتناسق. الكراسي تقريبا تركبات باستثناء بعض الأماكن الصغيرة. الخلاصة، الهيكل رقم 24 كيتركب، باقي غير 6 هياكل وكتكمل مرحلة التسقيف. الواجهة الخارجية كتسجل تقدم كبير، الأرضية جاهزة، الكراسي في المراحل الأخيرة. ملعب طنجة كيقرب يسالي وحدة من أهم المراحل، وكيوصل بخطى ثابتة نحو الجاهزية الكاملة قبل كأس إفريقيا 2025. خليو لنا رأيكم في التعليقات، واش كتشوفوا أن الوتيرة فعلا كترضيكم؟ وما تنسوش تشاركوا الفيديو وتشتركوا وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديال ملاعب المغرب أول بأول.